السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو جديد البنات ووصفه جديده. اليوم جبت لكم مملحات اللي هما لي كورني بمقادير جد بسيطه، وانتم درتوا احلى مملحات للعائله تاعكم. واش عندنا البنات؟ عندنا 2 كيسان تاع فرينه يكونوا معمرين مليح بومبي، عندنا مغرفه صغيره بهذه المغرفه كيلو، مغرفه صغيره تاع خميره، وعندنا مغرفه صغيره تاع سكر، وعندنا نص ملعقه تاع ملح. الملح ما تكثروش البنات لان عندنا كميه قليله تاع الفرينه. عندنا 3 مغارف تاع الزيت العادي، وعندي مغرفه كبيره تاع زبده راح تعطيها بنه وتعطيها طراوه، ونبلوهم بالماء ولا بغيتو تبلوهم بالحليب. نجيبوا الغيسيفيون تاعنا البنات. انا ما ذكرتش غرفه صغيره تاع قهوه، نص مغرفه صغيره تاع قهوه تاع خميره كيميائيه. هنا 2 كيسان تاع الفرينه تاعنا، بعد ما غربلناهم راح نديرو 2 كيسان تاع فرينه، راح نديرو كلش مع بعضهم. راح نديرو الخميره ونديرو السكر، نديرو كما قلت لكم نص ملعقه تاع خميره كيميائيه، هذه شويه كيما هكا. راح نديرو 3 مغارف تاع الزيت. هنا البنات راح نزيدو هذاك الملح اللي هو نص مغرفه صغيره، راح نخلطوا هذا النواشف هكذا، ونزيدو كما قلت لكم 3 مغارف تاع الزيت. عندنا 3 مغارف تاع الزيت، 1 2 3، وعندنا مغرفه تاع مارغرين ذايبه. عندنا البنات مغرفه تاع مارغرين ذايبه. راح نزيدو معاهم شويه تاع الماء. العجينه تاعنا متجيناش طريه بزاف، لازم تكون حاكمه روحها باش نقدروا نشكلوا لي كورني تاعنا. كي نقرصوها يعني هذه العجينه نقرصوها بالحلال باش نقدروا نقرصوها، يعني نقدروا نتحكموا فيها. انا نديرو غير بشويه الماء ولا الحليب كيما حبيتوا. هنا العجينه هذه ما فيهاش البيض، راح ندير الماء غير بشويه ونلمها، راح نلمها ونخليها ترتاح، ونجيو نديرو الكريمه تاعنا اللي راح نحشو بها لي كورني هكذا. راح نزيد غير شويه تاع الماء هكذا حتى تتلم العجينه تاعنا. وهنا البنات حاولوا كيفاش تلموا العجينه تاعكم بلا ما تعجنوها. العجينه تاعنا ما لازمش تعجنوها، راح تجيكم بلاستيكي ولا يجيكم يابسين لي كورني تاعكم كي ديروه. هنا هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه هكذا، ونخليوها ترتاح. لازم البنات ترتاح، ونجيو نوجدوا كريمه الجبن. هنا البنات راح نوجدوا الكريمه اللي راح نحشو بها لي كورني تاعنا. واش عندنا بنفس الكاس اللي كاين به الفرينه راح نديروا 2 كيسان تاع حليب. هذه كريمه الجبن بنينه بزاف البنات، مليحه ديروها للحشوات تاع المملحات ولا ديروها حتى لي غاطا، ديروها باك خفيفه شويه. هنا واش عندنا؟ قلنا 2 كيسان تاع الحليب يكونوا معمرين. عندي مغرفه صغيره تاع ملح، ما تعمروهاش مليح لان راح نديروا فيها الفرماج. مغرفه صغيره تاع ملح كما راكم تشوفوا، ما تعمروهاش مليح. عندنا شويه فلفل كحل كيف ما تكثروش، شويه تاع فلفل كحل. اذا حبيتوا ديروا البنات فيها جوز الطيب ديروا. هنا عندي 2 مغارف تاع نشا، ولا تقدروا ديروا مغرفه فرينه ومغرفه نشا. هنا 2 مغارف تاع نشا يكونوا معمرين مليح او مايزينا هكذا، بيان سور تكون مغربله. انا نغربلهم ونحطهم هكذا في طواسي باش كي نجي ندير طول يعني نلقاها واجده. هنا البنات نديروا بارد في بارد، راح فوق النار بارد في بارد. كي تبدا تعقد الكريمه تاعنا راح نزيد وحده تاع فرماج تكون كاري هكذا، ولا ديروا 100 غرام بالميزان. وعندي هنا الشيدار ثاني راح نزيد نرابيه ونخلطه معاه، اسمها كريمه الجبن. تحب الجبن يعني اي جبن عندكم ديروه. راح نحطها تعقد وندير لها فرماج ونجيو نكملوا لي كورني تاعنا. هنا البنات شوفوا الكريمه تاعنا بعد اللي عقدت لنا كما قلت لكم ديما ديروها على نار قليله، وما تنحيوش يدكم من الكاسرونه، يعني ما تنحيوش الفوي من الحليب، تبقاو غير تحركوها هكذا. تحب الخاطر يعني لازم كيما طيبنا كريم باتيسير هكذاك هذه الكريمه عفوا
نطيبوها عاد نقلينا ونبقاو نحركو حتى تشوفوها ثقال تاع قادت كيما هكذا. البنات تقدروا ديروا مغرف نشا ومغرف فرينه. انا درت 2 مغارف تاع نشا عفوا. في المرحله هذه راح نزيد هذاك الفرماج شيدار اللي كنت رابيتو هنا. هذا عليه يقولها كريمه الجبن، تحب الجبن يعني تحب الفرماج. وراح نزيدو هذه ونزيد لها الطون. البنات نتوما تقدروا ديروا فيونداشي، تقدروا ديروا بولياشي، طيبوه كيما نطيبوا تاع البوراك يعني تحمصوه مع شويه تاع الثوم وشويه تاع البصله، ملح، فلفل كحل، قلت لكم اللحم ولا الدجاج. وكيطيب لكم راح نخلطوه مع الكريمه هذه باش تحشيو بهم كيما قلت لكم المملحات تاعكم. هنا راح نخلط مليح هذاك الفرماج حتى كامل يذوب يتجانس مع هذيك الكريمه. تجيب لنا بزاف البنات. كاين اللي يدير لها العظام، انا ما ندير لهاش هكذا باك تكفي وراح تجي هايله. نخلطو مليح حتى يذوب هذاك الجبن. هنا البنات بعد اللي خلطتها مليح شوفوا الكريمه اللي نتحصلوا عليها شو كيفاش. هنا راح نزيد لها انا الباطه تاع الطون اللي قلت لكم طون بالزيت. راح نحي لها نقص لها هذاك الزيت يعني الزيت هذاك نحيوه باش ما تجيش تقهم لان فيها الفرماج راح تجي تقهم. تقدروا ديرها معدنوس، تقدروا تخلطوا معها الزيتون اخضر تقصوه وتحطوه. انا راح نكتفي غير بالطون والفرماج نتوما كيما تحبوا. الكريمه تاعنا نحطوها فيها في لابوش ونخليوها تبرد ونجيو نشكلوا لي كورني تاعنا. هكذا تخلطوا ديروا هذاك الطون تاعكم ولا اي قلت لكم بولياشي ولا فيونداشي وهو سخونه الكريمه باش يتخلط كامل معاه. ومن بعد كي تبرد يتماسك. هنا البنات نجيبو نشكلوا لي كورني تاعنا كيما راكم تشوفوا هنا. نبداو نرشوا شويه تاع فرينه. العجينه تاعنا ارتاحت لنا راهي ارتاحت كيما راكم تشوفوا. خليوهاش البنات ترتاح بزاف، غير تكملوا هذيك الكريمه تاعكم تبداو تحلوا فيها. هنا رايحين نقرصوها نديروا شويه تاع الفرينه نرشوا الفرينه ونخدموا هكذا نديروا بيدينا ومن بعد نستعينوا بالقراص. نديروها البنات رقيقه. رايحين نحلوها رقيقه نحلها على قد هذا. نبدا صح نحل بيديا هكذا ونبدا نحل العجينه تاعي. بغيت نحلوها رقيقه من فيها الخميره. هنا البنات بعد اللي حلينا العجينه تاعنا كيما قلت لكم ديروها رقيقه فيها الخميره راح تزيد تخمر. راح نحيو الزوائد هذو باش يجيونا الاشرطه تاعكم بجراره ولا بسكينه. راح نحيو هاد الزوائد باش يجيونا هذيك الاشرطه يجيونا قد بعضهم. راح نحيو العجينه ونحطوها هنا. راح نزيد نديرها هنا هكذا. راح واش نديرو البنات راح نقيسو اصبع هكذا ونقص اصبع ونديرو هكذا نطراسيو ومن بعد نكملو اصبع ونطراسيو. ما نديروهمش رقاق بزاف وما نديروهمش خشن هكذا. بهذه الطريقه نروحو نديرو الاشرطه تاعنا كما قلت لكم بواسطه الجراره. هكذا حتى نكملو كامل. هنا البنات بعد اللي قطعتهم اشرطه راح نجيب لي كورني تاعي. انا عندي هذو لي كورني الصغار. نتوما يعني واش عندكم لي كورني صغار ولا كبار اللي عادوا كبار البنات باك ما يعني كيما نقولوا ما تطلعوهمش بزاف لان هاد لي كورني يجيو صغار. راح نحط العجينه تاعي هكذا في الطرف تاع الكورني بهذه الطريقه. راح نرص عليه هكذا باش يحكم لنا ومن بعد نبداو نروليو بهذه الطريقه. ما تجبدوش العجينه البنات باش ما تجيكمش يابسه. اذا جبدتوها راح تتكسل راح تجيكم يابسه. هنا راح نجبدوا الشريط هكذا ونلويو بالعقل حتى نكملوا العجينه. البنات راح نكمل العمليه تاعي هكذا ونجيبو ندهنوهم بهذه الطريقه حتى نكملوهم كامل. وهذا الزايد لقينا عندنا الزايد راح نحيوه.
البنات هنا بدل لي فاصولينا لي كورني تاعنا راح نجيبو دوك ندهنوهم بالعظام اللي عظمه كامله، يعني شوفوا خلطتها ما درت لها حتى اضافه. راح ندهن الوجه تاع لي كورني، نحكموهم بهذه الطريقه، نحيو هكذا ورايحين ندهنوا لي كورني تاعنا، يعني نبداو من الفوق ونهبطوا لتحت، نحاولوا كيفاش ما ندهنوش القاع. هنا البنات كما قلت لكم ندهنوهم بالعظام كما راكم تشوفوا، ونديروهم تزيين بالسينوج هكذا كما قلت، نحاولوا كيفاش ما نوصلوش القاعده باش ما تيسيحوناش العظام هذوك. هكذا ندهنوا بهذه الطريقه حتى نكملوا. هذه راح نديرها بالجلجلان، نتوما كيما تحبوا ديروهم زين بالجلجلان ولا بالسينوج ولا خليط بين السينوج والجلجلان. راح نزيد معاكم هذه الحبه هكذا نمسحوا الكورني تاعنا، راح ندير السينوج وندير الجلجلان. بنات انا نكمل ندهنهم وندير لهم سينوج والجلجلان ونحطهم يطيبوا. انا الفور تاعي راهو يشعل على درجه الحراره 180 درجه، راح نحمرهم ونجيو نديروا لهم التزيين، نحشيهم ونزينوهم. هنا البنات بعد اللي طابونا لي كورني تاعنا كيما راكم تشوفوا كيفاش، شوفوا كيفاش طابونا احمر، يعني الله الله. هنا راح نحيو هذوك لي كورني تاع الحديد. هذه جاتني شويه سمو، خليوها خليوها غير بردوا شويه. ما نحاول البنات فاصل ما قلت لكم انا لي كورني تاعي هادو عفوا مورفا نخدم بهم. شوفوا كيفاش يجيو فارغين من داخل ويجيو طايبين احمر ما شاء الله. راح نزيد نحي الكعبه هذه، شوفوا غير نحكموها هكذا تجي بهذه الطريقه. نكمل نحيهم ونحشيهم بالكريمه هكذا. شفتوا راح باش نحي لكم نحي شويه تاع العجينه هكذا وتجبدوهم. شوفوا كيفاش طابوا. هنا البنات رايحين نحشيو الكريمه تاعنا. هنا البنات عندنا الكريمه تاعنا اللي كنا طيبناها قبل وخليناها بردت. هنا رايحين نقص شويه هكذا ونعمر بهم لي كورني تاعي بالطريقه. شوفوا هاي الكريمه تاعنا هكذا. نجيبو فرماج رابي اللي كنا رابيناه نديرو هكذا بهذه الطريقه. راح نزيد ندير معاكم وحده. نعمروهم بالكريمه ونخرجوها شويه هكذا باه تهزلنا، باه كي ديروها في الفرماج رابي راح بهذه الطريقه. نكمل البنات نزين لي كورني تاعي نحشيهم لداخل ونديكوريهم عفوا بالفرماج رابي، ونتلاقاو ان شاء الله نشوفوهم واجدين. مملحات تاع نهار اليوم البنات راهم واجدين كيما راكم تشوفوا. هذيك الكميه اللي درتها تاع 2 كيسان تاع فرينه ولا 300 غرام تاع فرينه، درت لنا 13 مكعبه تاع لي كورني هذو كيما قلت لكم حجم صغير. الصلصه اللي قعدت لي البنات ولا كريمه الجبن اللي قعدت لي قدمتها معاهم. كاين اللي يحب يزيد الكريمه درت لها شويه تاع فرماج شيدر رابي من فوق. نتوما يعني لكم الاختيار. نتمنى عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم البنات، تجربوها اكيد 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 راح تنجحوا فيها. تبعوا الفيديو من الاول للاخر. الى اللقاء حبيباتي، صحه فطوركم في فيديو اخر باذن الله تعالى.